العمر جديد العمر جديد الليل عيد الليل عيد الليل عيد هو يا مصلي على محمد تربح، عاشق النبي صلي عليه، قلبك عامر يا ليل صلي على رسول الله. هو غراني النور والرحبة والساحة يا سمسار ويا قشار بالله اذبحني بالراحة. هنندور وهنندور في الرحبة والساحة يا سمسار ويا قشار اذبحني بالراحة. هنندور وهنندور في الرحبة والساحة يا سمسار ويا قشار اذبحني بالراحة. رحيب بعده وحنجد بركوس مش مشحم عنده ليا ما يبدا شكل قطوس وسوم على قد الشهرية لهم برك لا منفوت ولا مرتي تعمل فيا. قال لي يطلع بالفلوس ما تعمل لي شي نواحة. قال لي يرزن هلو حيت شوفوا قداشي مليان. قاري في التحضير مقيد عنده شهادة استحسان لا هم قوعر لا هو بليد بابي عطفل اسمها عاند وخزران تاس السيد وقرونه بينا الطاحة. ما يرعاك انا في المنار ياسر فينو ياسر شيك بالصوف وبالسشوار والله مولود فيك لينيك يعزف كيبق ومزار عامل 5 استيتيك وذبحوا دكتور جراحة. قال لي شوف هاللي بجنبي اللحمة بعده تحرم عاند وعيني هايفة وهبي والساقيك بننسي عجرم بلدي من الصغرى متربي واللي عيني بوشي مجرم يصلي زكي يعرف ربي ولا عن دركة قول قباحة. وهنندور وهنندور في الرعبة والساحة يا سمسار يا قشار اذبحني بالراحة. ولا تحبش هالعلوش ما يعملها كان في الكوش قول لي لا نعمل له دوش جنس الشحمة ما عندوش قتلوا يا ولدي يهديك قتلك كبش مش عروسة داريني يرحم والديك ولدي مرشودك السوسة. قال لي هذا اللي بيك هات 5 ويكات وبوسة وراس امي ما نزيد عليك مش قالوا الصراحة راحة. هنندورها يا اللي حب النبي سالي يا سمسار يا قشار ابعني بالراحة. قتلوا هذا كبش العيد ولا بس قرطع دار كله على شريطة قديد ولادي صار ضو ما وعامل زيد
يا شريتك الملاحة على عيني ناكل عصبان ولا نطبق لا يا ولا مشوي لا مرقز ولا مسلان من ربي مكتوبي مكوي وصغاري ايدهم رحمن يا ربي اش باش نسوي لاني كيف وردة الغضبان للجازين المساحة وهذه والساحة يا سمسار يا قصار البعلي بالراحة هاني ندور في الرحبة والساحة يا سمسار يا قشار البعلي بالراحة محمد الساليالي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله في هالليله المبروكه، هالليله السعيده، في هالامسيه المزيانه هذه. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف والف والف خير. حابين نكونوا حاضرين معاكم، حبه الوطنيه الثانيه تكون حاضره معاكم في عيد الاضحى المبارك بالجو المزيان. حبينا نبداوها بالكبش يدور، وشكون ما يلوش على الكبش يدور في عيد الاضحى. كنا نبداو نبربشوا في الراديو، نبداو نحبوا نسمعوا هالغنيه هذه اللي تعطينا اكثر نكهه العيد، لكن ريتوها بالفيرسيون يظهر لي 2015 هكا ولا تصفيق على هالكورال هذيا. هذه من جمعية تراث، من جمعية تراثنا جيت بحذانا وجبت لنا الكبش يدور بالفيرسيون 2015 نحكيو عليها أكثر. برشا جو الليلة باش يكونوا معنا، خليكم معنا على القناة الوطنية الثانية، ثم فرسان في الفن التراثي باش يكونوا حاضرين معنا. حضرنا لكم برشا أركان، برشا فقرات كلها عندها ارتباط بعيد الإضحى. على كل خليني في أول البلاتون نستقبل سيزيل العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. والشاعر الفكاهي سي فيصل السمعي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك سي زين، ان شاء الله عيدك مبروك، كل عام بالف خير ان شاء الله. تفضل مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك سي فيصل. مرة ثانية تحضر معنا، ان شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. عايشك كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم مبروك وربي يصبرنا وكاو. وربي يصبرنا وربي يصبرنا. يظهر لي بدينا من القران نقولوا ربي يصبرنا هكا ولا؟ ربي يصبرنا. باهي، هذه فيرسيون 2015 الكبش يدور. هذه الفيرسيون 2015 احنا خدينا الاغنيه التراثيه هذه نتاع الكبش تور، حبينا نعطيوها بعد فكاهي وبعد اخر. فهمتني؟ ونشوفوا يظهر لي كلها تدور حول الاسعار والثمن نتاع اهم كبش حاجه في العلوش هي السعر اللي ماشي ويطلع منه. ويطلع لكن اخترتوا انها تكون في فيرسيون الكبش يدور القديمه، معناتها على نفس الايقاع. على نفس الايقاع، على نفس الميزان، باش ديما نقعدوا، لانه هذيك الاغنيه الوحيده اللي نسمعوها الصباح اللي هي الكبش يدور. حبينا نخليوها في نفس الاطار نتاعها الموسيقي، لكن في المضمون غيرنا في المضمون نتاعها. غيرتوا في المضمون. به سي زين، ان شاء الله عيدك مبروك. تويك كل عام وكلينا والحمد لله يا ربي. يظهر لي ما جيتناش بالقفه فارغه. لا ما جيتش بالقفه فارغه، ما هو كهو بالطبيعه باش كنا نذبحوا. عاد كملت الدوره نتاعي، هاني كملت الدوره، هاني جيت بحذاك. ايوه شفت شنو المعدات نتاع الجزائر؟ المعدات كالعاده نتاع ذبيحه وحدها هذيك على روحها، وبعد ذبيحه نتعداو ننفخوا العلوش. بعد ما ننفخوه نحلوه باش نسلخوه وبعد نجيبو نتاع السليخه، عاوزنا نتاع السليخه تبدا جويده هكا مزيانه، معناتها باش يمشي معايا الجلد مع اللحم باش يتسلخ. هذا هو الموضوع هكا حاضر به. انا كملت الخدمه نظفتهم وهاني جيت بعد امورنا واضحه. كل عام وحنا بخير. عندك السوفل من افخال عليه الشغل. والله عييت متعبه ياسر لا محاله. لطف عليك. خاصه كي واحد يذبح من العام لعام، مش كيما ناحيه صناعي. هي الحقيقه العائله كل تكون عامله جو، كنت ذباح يظهر لي مسكين. لا العائله تعمل جو كي يبدا مول الدار هو اللي يذبح. صحيح، البو يبدا يذبح. اصلي بصراحه مع احترامي الناس كلها، كي يجي الززار يتكي عليه ويذبحه في دقيقه يخرج منه كل. فماش هيك اللبه. ما فماش النكهه هذيك الهيجه وشد من هوني وتلقى ولدك شد من هوني وولدك شد من هوني والاخر، فماك الجو هذاك. فما الجو العائلي هذاك. فهمتني؟ حنشوف سي فيصل يعرف يذبح ولا؟ نعرف نذبح. تعرف تذبح وتسلخ. نذبح ونسلخ وحدي، وتعلمت معناها الذبيحه على الوالد الله يرحمه، والوالد تعلموا على جدي الله يرحمه.
ايواش معناتها يتوارثوها اب عن جد. ابا عن جد. رغم اللي توا العادات تغيرت شوي. اي العباد معناها ما عادش تعرف تذبح برشا. اي ولا يجيبوا ززار. يجيبوا جزار، فما اللي ولا يشري سقيطه كاريمون معناتها يجيبها حاضره فما اللي يشري سقيطه وفما اللي يجيب ززار ثم من بعد يهز العلوش كما هو في قصعه بلاستيك ويهز له الززار يكسره له ويعمل له المرقاس ويعمل له كل شيء ولا يتعمل برا معناها. فهمني هاك الامبيونس هاك الجو اللي كان موجود، تشعيله الكانون والنساء تبدا دايره تغسل في الدواره وتحضر في الكسكسي بالعصبان، هذاك بدا يتنحى شويه ينقص شويه، بدا ينقص. ماذا بينا نركزوا عليه ونرجعوهم العادات هذوما. حتى بالنسبه للمنفخه ولو بالترومبه تو هي بنت المنفخه كي تبدا بالفم شويه يخرج شويه يهزوا الكيوسك يظهر لي بالكيوسك تعدل الجزر. هو نهار العيد متعب برشا معناتها. هو نهار العيد متعب برشا، ما ننساوش انه كما قلت لك قبل نبداو من الصباح بكري نقوم. اذا كانوا مش حاركين من الليل معناتها. لا محضرين هذاك في الليل قصان السلق وقصان المعدنوس وهذاك الكل يحضروا فيه العصبان فهمت ولا هذاك يحضروه من الليل معناتها يبداو حاضرين باش فهمتني. اما قومة الصباح معناتها واهم حاجه يعني نبداو بالاهم حاجه في العيد. صلاة العيد. قبل صلاة العيد التسبيح هذيك الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دينيه معناتها هذيا. وبعد يجي الامام يصلي العيد يعمل خطبه العيد وبعد نقصدوا ربي للدار. كي نقصدوا ربي للدار نقولوا للمراه طيب نقهوه عربي. ايوه ونشبك القهوه هذيك ونقعد نحكيو شويه ونقتلوا الوقت. فما وقت نقتلوه اللي هو حكايه نص ساعه ساعه من زمان. قل لي علاش؟ باش نعطيو الوقت الامام باش يذبح حسب السنه. ايوه بالطبيعه ما نجموا نذبحوا الا ما الامام اللي صلى بينا يذبح هو الاولاني. يذبح هو الاولاني فهمتني. وبعد احنا نذبحوا قبل ما نذبحوا نشعلوا البخوره والحاجه ونشموا البخور فهمت ولا العلوش وبعد نتكيو. هذا كله موجود مازال موجود. هذا كل موجود فهمتني. ونبداو فيك العمليه هذه كلها فهمتني. وعندنا كي العاده عندنا من العادات كي نحلوا العلوش نخرجوا منه المراره. نعرفوها. اذا مراره كبيره يقول لك عمك مبروك ومزهر. عندك برشا فلوس صغيره عاد شي يعملوا هما يتبركوا بها يعلقوها في الشريط ويخليوها حتى تشيح فهمت ولا؟ أيوة. فهمتني. هذه من العادات نتاعنا اللي نعملوها مازالت موجوده فهمتني. وفما انواع معناتها من ناحيه كي بعد ما يكملوا العلوش فما زوز فما اللي يقصوا فما اللي يخليش يقول لك يحجوا وهي مش حجوا فيها حكمه الحكايه راهي. فانه يلزموا الشيح باش يتقسم. يلزموا الشيح باش بسهوله يتقسم. هكا نعرف عندي ثقافه في العروسه. اما يقصوا منه شويه باش يذوقوا منه شويه. والحاجات الباهيه من الحكايات الزمنيه نتاعها هي الزقديده. الزقديده نتاع الصغيرات. الصغيرات تلقاها الام قبل بنهاير تاخذ لهم المعن الصغار وتلمهم هكا فوق جلد كي قاعدين تحط لهم الكانون وكل يطيبوا ويتعلموا. وكل بنيه من البنات اللي موجودين في العائله هذه كل واحده تطيب، واحده تعمل لك كسكسي صغير، واحده تعمل لك ويذوقوا العائله بعد. ايوه وذوقوهم وبداو عاد يشجعوا فيهم هكا تبدا يقولوا احنا طفله معناتها طالعه صنيفه طالعه صنيفه. هذيك من الحاجات الباهيه في الواحد نتاعنا فهمتني. هذه اجواء العيد نتاعنا العربي التونسي. واهم حاجه هي اللمه العائليه معناتها صله الرحم فهمتني. هذه من الاهداف الساميه للعيد معناتها اللمه العائليه وصله الرحم والتزاور وانه الناس الكل تشوف بعضها وتتسامح وتصفي القلوب. حاجه برك ما ننساوهاش اهم حاجه اللي هو العلوش على ثلاثه. ايوه شنو معناتها ثلاثه؟ الثلث يلزم يتصدق به. يتصدق هذيك اهم حاجه. المسكين اللي ما بقاش باش يشري يلزم حسب السنه معناتها يلزم نتصدقوا بالثلث. الثلث الثاني ناكلوا والثلث الثالث يقول لك نعملوا القديد وكل الامور هذيك كلها فهمتني. هذه من اهم الاشياء فهمتني. من اهم الاشياء. به خلينا نرجع لسي فيصل نرجعوا للشعر الفكاهي نبداوها بالضحك. راه مازال معنا برشا جو اليوم في السهره اللي تشوفوا فيها هذه على الوطنيه الثانيه. معنا فرسان في الفن التراثي كما قلت لكم. ابقاو معنا ماكمش باش تندموا من بعد شويه باش نبداو نستقبلوا الفنانين نتاعنا. خليني نرجع للشعر الساعه والشعر الفكاهي بالتحديد. والله انا على العيد زاد على العيد على العلوش. أيوة. لاني هبطت عندي جمعه باش نمشي نشري علوش. ايواش صار لي حوار معناها صريح جدا وديمقراطي وبكل شفافيه. ايوه انا والعلوش. انت والعلوش مباشره نتحاوروا انا والعلوش. هذه تصفيقه على الحوار هذايا اللي باش يصير بين شاعرنا والعلوش. قلت له يا خروف يا خروف قالوا نبكي على الظروف
من غيرك يا كبش نعاني، زدت عليا بالمصروف. يا خروفي جيتك نشكي وبظروفي جيتك نحكي، كانت تحب نقوم لك نبكي، حن عليا بربي وروف. يا خروفي موشي مني غير سومك راهو جنني، والشهرية ما توكلني ولاني من نوع اللي يحوف. على شريانك هبلوا ولادي من رجولي كبدي وفادي، ومرتي قالت كيف اندادي سلخت جلدي طروف طروف. متسلف حقك يا كبشي وزيد غارق في ديوني محشي، وناقصني مصروف المرشي وزيد ذباحك بالالوف. وكشريتك لقيتك قطوس كتبوا على ظهره بركوس، دافع فيك طبالة فلوس ولحمك كالحم الحلوف. كل عوايم سومك يعلى وهما يقولون بالنهلة، العام صابة وموشي باش تغلى، ومنك زادوا جابوا ألوف. مرة يجيبوا من بولندا ومرة قالوا من إيرلندا، العام الجاي زعما إيزلندا ولا اليابان وتندوف. على جالك عملوا البطيط باعوك حتى بالتقسيط، تصاور وشهار على الحيط أكثر من جورج وسوف. وانا نكلت كي الحمار متوظف حاشاكم شهار، اذا اللحمه كليت نهار نعدي شهري على المسفوف. خزر لي العلوش وقال لي شي يجنن شي ينطق، انا نبعبع وانت تنهق، ما دامك تشهق ما تلحق، علاش على ذبحي ملهوف. كيف تتنفس احمد ربك، عليك بالشابي عنده طلبك، امشي فيسع فرغ قلبك لامي تراكي وحاجك لوف. شوف معز بن غربية يعمل لك ليلة سهرية، اشكيله على الفضائية توا يقول لك بالمكشوف. برا وليدي لك ربي جيت تشكيني شنو ذنبي، اش لزك تشريني، خبي وخلي فلوسك للظروف. نصيحة مني ماني وليفك، اللحمة مش للي كيفك، حتى كي تاكلني نعيفك وبهي كي تخلط عالصوف. جاوبته قلت له مش انت انا الضحية، لكن ما عنديش ليا خلقة قروني ربانية وصوتي كبعبع معروف. وانا مش انتي مذبوح، وانا اللي نطلع في الروح، وانا اللي دمي مسفوح، وانا اللي جلدي منتوف. هذه يظهر لي من صميم الواقع بطريقة فكاهية، لكن بالحق العلوش هاو بالتقسيط هاو مستوردين، وهاو مرة يبعبع بالسبانيولي مرة كل مرة وجوه حلوة برشا. يعطيك الصحة. توا العلاج اللي جايبينهم كلهم ماستر. اي كلهم ماستر قاري عم دكتور حضر اكثر معناتها في يعطيك الصحة سي فيصل، شكرا ليك بالحق، كان حضور جميل معنا اليوم بالنكتة دينا وبالضحكة. يعيشك يعطيك الصحة. سي زين يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الحضور معنا والمشاركة نتاع جمعية تراثنا، ديما تكون حاضرة معنا في الأفراح والمسرات إن شاء الله. شكرا ليك. بعد شوية باش نستقبلوا فنانين من الطراز الرفيع في فن التراث، هذا الكل استنونا بعد شوية.